صوتها كان فيه غصة وهي بتحكي وبتقول: في كل خروجة أو مناسبة كانت أمي بتاخد أختي وتخرج وتسيبني أنا في البيت، وكنت دايما بسمعها بتقول إني شبه عيلة بابا، لكن أختي جميلة جدا شبهها. نهاركم سعيد. دي قصة عميلتي اللي استأذنتها إني هنشر حكايتها. بتقولي: كنت دايما بحس إني مش محبوبة زي أختي مهما عملت، ودايما من جوايا شايفة نفسي قليلة ومستحقش أي حاجة، لدرجة إني كنت بتكسف أطلب أبسط احتياجاتي، بعكس أختي اللي دايما كانت طلباتها مجابة. ولما كبرت واشتغلت كنت دايما بهرب من أي موقف فيه صور وتجمعات، لأن صوتي الداخلي كان دايما بيقولي إني مش حلوة وشكلي في الصور هيطلع وحش. حطيت كل همي في شغلي ونجحت فيه جدا، بس برغم نجاحي ما كنتش مصدقة اني وصلت لكل النجاح ده. ولما كان المديرين بتوعي يشيدوا بيا وبشطارتي ما كنتش بقدر استقبل كلامهم وافرح بيه، ولا كنت بحس بنجاحي ولا انجازاتي. وفي يوم جالي العريس اللي ما فيهوش غلطة، محترم وخلوق، لكني ما فرحتش بيه، بالعكس كنت خايفة جدا. كان جوايا حاجة بتقولي: هو أحسن منك، انت ما تستهلهوش، هيمشي أول ما يعرفك. طول الوقت كنت متوترة ومقتنعة إن أي غلطة صغيرة هتخليه يسيبني. لما ابتدينا الجلسات اشتغلت معاها على تعزيز ثقتها في نفسها، وفي جلسة من الجلسات طلبت منها تكتب لي الصفات الجميلة اللي شايفاها في نفسها، وزي ما توقعت بالظبط قالت لي: أنا مش شايفة فيا أي حاجة مميزة. فطلبت منها تسأل المقربين منها وخصوصا خطيبها إنهم يساعدوها في كتابة أحسن صفاتها. الجلسة اللي بعدها لقيتها جاية وفرحانة جدا ومعاها ورقة مكتوب فيها صفات كتير جميلة اللي حواليها قالوها عنها. هي اكتشفت الصورة الجميلة اللي الناس شايفاها بيها وهي ما كانتش شايفاها في نفسها. وبعد كام جلسة اتعلمت تقول لنفسها: أنا أستحق أحلى حاجة في الدنيا، وبقت تواجه الناس بثقة من غير خوف. وفي النهاية عاوزة أنصح الأهل: اوعوا تكسروا ولادكم من جواهم وتزرعوا فيهم إنهم مش كفاية. امدحوا مجهودهم مهما كان بسيط، واوعوا تقارنوا بينهم أبدا. الثقة في النفس اللي هتزرعوها في ولادكم النهاردة هتكون بكرة سندهم في شغلهم وحياتهم واختياراتهم العاطفية.